مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وأنتم طيبين، داخلين خلاص بقى على العيد وهنعمل مخبوزات العيد. تعالوا النهاردة أوريكم بقى إزاي تعملوا بسكوت النشادر بأكتر من طريقة. عندكم قمع ماشي، عندكم مكنة ماشي، ما عندكمش الاتنين ماشي، عندكم إزازة بلاستيك ممكن تعملوا بيها البسكوت. المهم بقى في الدنيا دي كلها ان النهارده هوريكي مقادير بسكوت مفيش بعدها تاني. يطلع معاكي البسكوت حرفيا وفعليا تحسي انه جاهز من حلاوته، خفيف جدا، طعمه حلو، ريحته جميله جدا، هش بقى كده وبيدوب في البق كده، تحس ان هو معمول بالزبده مع انه عادي، يعني بسكوت عادي مفيش اي حاجه خالص. بس شايفين؟ اوريكم بقى السوا كمان بتاعه. هوريكم النهارده ازاي تطلعوا عجينه بسكوت خرافيه، من احلى واجمل الوصفات اللي عملتها بسكوت النشادر بالازازه. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، اتمنى تواصلوا دعمكم وانتسابكم في القناه. اول حاجه بعملها بجيب كوبايه، انا اوريكم عيارات 2 بيضه وانتوا بقى تضاعفوا براحتكم يعني. بجيب هنا كوبايه من السكر، بحط عليها نص كوبايه من السمنه. نص كوبايه السمنه ممكن نخليها ربع سمنه وربع زيت، يعني لو عايزين نوفر شويه. وعلى فكرة مش هيطلع وحش ولا أي حاجة، هيطلع جميل وحلو وزي الفل، بس أهم حاجة تخدموه كويس في العجن والحاجات دي، ونضربهم كويس بالشكل ده. يفضل السكر يكون بودرة، يعني أنا بفضل دايما في البسكوت السكر يكون بودرة، لكن لو مش موجود مفيش مشكلة، بس هو سكر البودرة ده بيدي نتيجة أفضل بكتير، بيخلي البسكوت حلو كده وما بينشفش مننا. بجيب 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة. على فكرة عايزة اقول لكم ان انا ما كترتش بيض في البسكوت وطلع جميل جدا يعني، بس انا ضربت البيض بره، يعني عملت كده، مسكت البيضتين كده وضربتهم بره المقدار بتاعي، وبعد كده نزلتهم وبدأت ان انا اعمل بيهم فوم كده زي ما انتم شايفين بمضرب الكهرباء. بيبقى حلو جدا في البسكوت، بس ممكن لو ما عندكمش مضرب الكهرباء ممكن تشتغلوا في الخلاط بنفس الخطوات وبنفس الترتيب. حبيت احط كده نكهة البرتقال، يعني بحب دايما في بسكوت النشادر احط نكهة البرتقال. حطيت شوية من بشر البرتقال، وحطيت كوباية من الحليب، وبدأت ان انا اضربهم كويس جدا. نكهة البرتقال دي يعني مش اساسية، ممكن عادي تستغنوا عنها، ممكن تحطوا فانيليا، بس انا بحب احط البرتقال اكتر ما بحب احط الفانيليا، بحسها طبيعية، وبحس ان نكهة البرتقال بتبقى لايقة جدا مع البسكوت خصوصا في الشتاء. بجيب دلوقتي الدقيق، وطبعا على حسب ما تاخد معاكم العجينة في الدقيق، لانه الدقيق بيكون على حسب مقداره. بحط معلقة من البيكنج باودر، وخلي بالكم اوعوا تنسوها، وحطوا ربع معلقة صغيرة من النشادر، وهنبتدي ان احنا نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنخلي العجينة تبقى بتاعتي عجينة متماسكة وجميلة. عجينة البسكوت من العجائن اللي هي لازم تبقى عجينة متماسكة، يعني ما ينفعش أبدا إن هي تكون سايبة أو سايلة، لازم تكون متماسكة، سواء هقطعها بالإزازة زي ما هوريكم دلوقتي، أو لو هقطعها بالقمع، أو لو هقطعها بالمكنة. بس عشان نكون واضحين ونكون صراحة أكتر، لو إحنا هنعملها بالإزازة أو هنعملها بالقمع، يفضل إن هي تكون قطرة شوية، لكن المكنة بتاخد العجينة الماسكة كده، الماسكة نفسها قوي. ليه؟ لأن القمع لو عملت العجينة ماسكة قوي مش هينزل منه بسهولة. بس البسكوت لما بيتعمل عجينته طرية سنة صغيرة، على فكرة بيطلع في الطعم أحلى. هو ممكن في الشكل شوية يبقى مش شكله مش قوي زي البسكوت اللي هو متماسك، بس بصراحة للأمانة اللي بيتعمل سايب شوية في الطعم بيكون أحلى بكتير. انا بحب اقول لكم كل التفاصيل علشان لما تيجوا تعملوا الحاجه ما تحسوش ان في حاجه غريبه. بقول لكم كل التفاصيل اللي ممكن تقابلكم. طبعا العجينه طريه جدا، لسه هزود دقيق كده علشان خاطر الم العجينه كويس قوي قوي. يعني ممكن اقول لكم المقادير اللي انا قلتها لكم دي مقادير كيلو دقيق، اخدت كيلو دقيق كامل. يعني تقدروا طبعا انتوا تعايروا المقادير دي بالكيلو، يعني تقولوا كيلو 2 كيلو 3 كيلو على حسب ما انتوا تعملوا العجينه بتاعت البسكوت. بس نخلي بالنا ان البسكوت ما بيتعجنش كتير، عشان في ناس كتير بتقعد تعجن
في البسكوت ويقلب معاها معجنات. يعني البسكوت بيتعجن عجن كده خفيف وعجن لين، وما بننزلش فيه بقى عجن كتير عشان ما يبص مننا. ده بيكون شكل البسكوت طبعا. عايزه اقول لكم في حاجات بنعملها في البسكوت في فصل الشتاء وفصل الصيف، يعني بيبقى في اختلافات ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف. يفضل في فصل الصيف ان احنا نحط البسكوت بعد ما نعجنه في التلاجة، انما العجينه في فصل الشتاء ما بتحتاجش ان هي لا تدخل تلاجة ولا اي حاجه خالص. كمان حاجه تانية، موضوع البيكنج باودر، في ناس كتير مش بتحط بيكنج باودر في البسكوت وبتكتفي بخميره النشادر. معلش يعني جربوا بس ان انتوا تحطوا البيكنج باودر وشوفوا النتيجه، هتلاقوا نتيجه حلوه جدا جدا. بجيب دلوقتي الازازه بتاعتي زي ما انتوا شايفين وبقسمها نصين. انا ازازه عاديه يعني ازازه بلاستيك اللي هي لتر دي، وهقسمها نصين بالشكل ده. هخلي الحاجتين دول يعني الجزئين دول هعملهم مكنه. هجيب الجزء الاولاني وهفك الغطا منه، وهبتدي ان انا اعلم علامه كده زجزاج كده بالقلم، وابتدي ان انا اقصها بالكتر عندي او اي حاجه حاميه كده، افرغ الزجزاج ده بحيث يبقى شكله زي القمع بالظبط. ودي بتكون اول طريقه ان احنا بندخل العجين جوه القمع بتاع الازازه وبنضغط عليه بيطلع شكل القمع بالظبط، اللي هو الناس كتير بتقول القمع اللي هو بتاع الحلواني بيكون خفيف ولما نيجي نحط فيه عجينه البسكوت بيفك. هنا مش هيفك ابدا، يستحيل يفك، لان الازازه بيبقى الضغط عليها عالي جدا، فمستحيل ان هي تفك. الطريقه الثانيه ان احنا بنجيب الازازه بالشكل ده، ونفس الزجزاج اللي احنا عملناه بنعمله في الاربع جوانب بتوع الازازه من تحت. ده بقى بندخل العجينه من فوق وبنضغط عليها، بندخل العجينه وبنضغط عليها من فوق بالشكل ده بتقل او بحاجه تقيله بتطلع من الاربع جوانب. وسواء بالطريقه دي او بالطريقه دي بيطلعوا حلوين جدا جدا. وطالما عامله العجينه سايبه شويه، مش سايبه يعني طريه شويه، هيبقى ينجز معاكي حلو قوي، او ما تقلقيش مش هياخد معاكي لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. اما لو انت مش عندك الحاجتين دول او مش بتحبي تبتكري او تحبي الحاجات التقليديه، هوريكي ازاي تعمليه دلوقتي بالمكنه وتعمليه برضو كمان بالقمع بتاع الحلواني. افضل طريقه بحب اشكل بيها انا شخصيا البسكوت هي قمع الحلواني. يعني مع احترامي الشديد للناس اللي هتقول المكنه، بس قمع الحلواني بصراحه بيطلع بسكوت ملوش حل. بس حاولوا ان انتوا تجيبوا قمع يكون جامد شويه، ما يكونش سايب، عشان يستحمل معاكم الضغط، وتخلوا العجينه الطريه سنه بسيطه عشان تبداوا ان انتوا تعملوا بيها البسكوت. طبعا بتشكلوا البسكوت بتكونوا مقطعينه في صيغان بالشكل ده، وبتبداوا شايفين قمع الحلواني بيمشي معايا انا، مفيش بعد كده تاني حاجه حلوه قوي قوي. وطبعا دي السكينه او دي القمع بتاعي، انا بحب السلاح ده اللي هو من قدام بيكون شكله حلو وجميل جدا، بيطلع شكل حلو قوي للبسكوت، اللي هي البسكوته العريضه دي بتبقى جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين. طبعا بكون اول ما ببدا على طول بكون مشغله الفرن. البسكوت من الحاجات اللي هي ما بتستحملش نار كتير، ولازم تقعدي قصادها وتراقبيها، يعني ما ينفعش انك تسيبي البسكوت او تغفلي عنه. بتسخني الفرن فوق وتحت عادي جدا. وطبعا تقدروا تشيلوا تخصموا من الدقيق معلقتين وتحطوا معلقتين شوكولاته، بيطلع معاكم بسكوت نشادر بالشوكولاته يعني. وان شاء الله هعمله لكم قريب مع كوكيز وحاجات الكريسماس. تابعوني ان شاء الله، هنزل لكم وصفات حلوه كتير جدا جدا. ده بيكون شكله طبعا بدخله الفرن وباخد بالي منه، مش بسيبه ابدا. شايفين البسكوت ولا اتشقق ولا طقطق ولا حصل له اي حاجه، غير زي الفل، مفيش اي مشاكل فيه. حاجه حلوه قوي 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 زي ما انتم شايفين قدام عينيكم. طبعا عايزين تحمروه شويه ماشي، عايزين تطلعوه كده ذهبي براحتكم خالص. ده بيكون شكله ده بتاع الازازه زي ما انتم شايفين، ادي شكله حتى تحسوا ان البسكوت سايب شويه. وهوريكم بتاع القمع وهوريكم كمان بتاع المكنه. اتمنى بقى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. شكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بنت سبها في قناتي. اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم للقناه. تحياتي ليكم. ما تنسوش تتابعوا باقي مخبوزات العيد، هنزل لكم كل يوم وصفه بمقادير الحلواني ان شاء الله. كل حاجه هنزلها لكم. مش بس كده، هنزل لكم كمان تنظيفات العيد، وصفاتي الخاصة في تنظيف كل حتة في البيت. وان شاء الله كده يبقى عيد سعيد عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.